فتحنا منها علشان يبقى في دي الفتحة اللي انتوا فتحتوها للمتحف. دي كانت باب غرفة بس احنا وسعناها شوية وفتحنا تاني. ده الخشب القديم بتاعه نفس اللي موجود فيه. ودي ده هيبقى متحف ايه بقى؟ دي البتارين، متحف للمقتنيات الأثرية الموجودة في المكان وما أجملها وما أقدمها، اللي قرن 11 واللي قرن 17 واللي قرن 19 وحاجات مهداة للمكان. دي هتبقى متحف؟ هتبقى متحف إن شاء الله. كل دي دواليب البتارين بتاعت العرض، الإزاز كمان وصل السيكوريك. دي الغرفة الثالثة، ده كله فتحناه، ده كان مقفول طبعا. دي كانت غرف كانت جوه الكنيسة. دي كان ليه باب بيفتح من بره، قفلناه وخلينا السيركوليشن تبقى الحركة من جوه للأمان. ده إن شاء الله يعني هيفتتح قريب وتوضع فيه كل المقتنيات الأثرية القديمة الموجودة في المكان. متحف جميل. إن شاء الله تشرفونا. دي حاجة حلوة كده. تبقى حاجة كويسة بإذن الله. لا تسلم ايديكم والله. ماشي. حاجة جميلة أقول لكم عليها برضو، إن إحنا جبنا هنا حد من المعماريين المتخصصين في تصميم المتاحف وأسلوب العرض المتحفي. منهم المهندس حمدي السطوحي، حضراتكم تعرفوه. كمان المهندس هذا لسه في جزء ثاني. المهندس حسين الشابوري، اسمه ايه؟ مهندس كريم الشابوري. لا، الدكتور حمدي السطوحي. واللي قبليه لا مش متذكر انا. المهم يعني جبناه، فقال طيب عايزين نشوف السقف فيه ايه. كان متغطي ده بلاكاش واسود طبعا للصماد وكده، فكشفنا البلاكاش فوجئنا بان الخشب القديم العروق دي عليه زخارف ونقوش عثمانيه ملونه زي الزهور اهي اللي باينه دي. فكان كل ده اسود طبعا. جبنا ناس متخصصين في ترميم الاخشاب. لو عايزين تعرفوا الفرق، في مكان لسه اسود زي ما هو. فنوريه لكم برضو. تعالوا شوفوا السقف، رجعناه للاصل بتاعه، العروق الخشب القديمه دي. ولو تاخدوا بالكم كمان كله فيه ارشاش ثالث علشان لو اتفتح باب يبقى شايل الحمل بين الاحمال. دي الزخارف الملونه عملنا لها ترميم ورجعناها. ايه رايك؟ ايه رايك حضرتك؟ طبعا هنسيب الحوائط دي على حالها، يبقى هو التشطيب المعماري لحوائط المتحف، والسقف برضو نفس القصه. هيبقى ده التشطيب النهائي الخاص بالمتحف، سقف وحوائط. ويا ريت بس نسمع برضو كلمة من حضرتك عن الجزء الجاردن اللي ورا ده. الجزء الخلفي للحديقة دي يعني موجودة يا دكتور. دي كانت ابواب يا باشمهندس. دي القباب دي، الحتت دي. نعم. الارشاد دي على اساس فيما بعد لو حب يفتح باب او حاجة فيبقى اللي شايل الحمل بتاع الحوائط متجهزه يعني. موجوده. متكرره الوحده دي طبعا. وفي كاميرا خشب متكرره في كل الحاجات، يعني حتى الشبابيك اهو برضو موجود فوقيها. ايوه، بحيث تعديل التصميم. سمكه الجدران كلها في حدود 80 سم. الجزء الخلفي للحديقه بيشمل الاسوار المتبقيه من الدير، من اصل الدير اللي هو بيرجع للقرن الرابع الميلادي، وفيها فتحات مزاغل لراقب الطرق المؤدية إليه ضد هجوم البربر والرومان. دي فتحات المزاغل. الفتحات دي عبارة عن يعني زي شبه منحرف من الداخل. العرض بتاعها حوالي 30 سنتي ومن الخارج حوالي 10 سنتي، علشان يقدر ان هو يرقب منها الطريق المؤدي. دي الفتحات بتاعت المزاغل الموجودة في السور القديم. والسور القديم طبعا بيبين الحوائط الساندة اللي كانوا بيعملوها زمان علشان ايه تقدر تقاوم يعني تقوية للحيطة. ومتكررة الوحدة دي زي الأديرة القديمة برضه. حلو المكان ده. مكان حلو ده. بيبقى للزوار مكان هادي وحلو للقعدة والأطفال والكلام ده. في كمان عندنا الباب الأصلي للدير، وهو عبارة عن براطيم من الخشب بسمك حوالي 20 سم. ممكن تفضلوا كده نشوفه مع بعض. الباب ده معمول من أصل الدير، كان البوابة الخارجية الرئيسية
ويعني معمول عشان يقاوم أي هجوم أيام اضطهاد المسيحي من البربر والرومان. فكان مكسي بجلد الجمل ومقوى بشرايح الحديد، وده اللي موجود هناك. ممكن لو حبيتوا نقدر نشوف الخلف بتاعه مقوى بشرايح الحديد والمسامير الحدادي ذات الرؤوس الكروية. ده الباب الأصلي، البوابة بتاعت الدير اللي بيرجع للقرن الرابع الميلادي.